كلامنا بالصلاة على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية وقبل أي شيء عايزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تنزل في التعليقات تصلي على النبي وتعمل لايك وشير للفيديو ده، ومرة بتشوفنا يشرفنا اشتراكك في القناة. ربع مونديال كأس العالم قطر 2022 اقترب المونديال الاستثنائي على النهاية، وجميع المباريات اللي فاضلة تقدر تقول كده مباريات من العيار التقيل، لأن محدش هيفرط في مباراة بالساهل. تقدر تقول انك هتتفرج على كورة عالمية بجد في الايام الجاية بقى، اللي هي مباريات ربع النهائي والثمان فرق اللي هيطلع منهم 4 وهيفضلوا 4 على المربع الذهبي. طيب تعالوا بس عشان عندي رسالة في نهاية الفيديو عايز اقولها، نتعرف على مواعيد المباريات وهتبقى امتى. الاول كده اول مباراة في ربع النهائي هتبقى بين راقصي الصمبا ما بين البرازيل وكرواتيا، وده هتبدأ يوم الجمعة، هتبقى الساعة 5 مساء. الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت الإمارات، هتتلعب مباراة البرازيل وكرواتيا في نفس اليوم، ولكن الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 بتوقيت السعودية، و11 بتوقيت الإمارات هتبقى مباراة هولندا والأرجنتين. يبقى كده اول المباريات اللي هتتلعب في دور الثمانيه هتبقى الجمعه كرواتيا والبرازيل وهولندا والارجنتين. المباريات الاثنين منقولين على بي ان سبورت ماكس اتش دي 1 وبي ان سبورت ماكس اتش دي 2، لان مفيش حاجه منهم هتتنقل على المفتوح، لان المفتوح ده كان بينقل في دور المجموعات بس. طيب كده يبقى معنا يوم السبت ختام دور الثمانيه. يوم السبت هتكون مباراه البرتغال والمغرب. اللهم يا رب العالمين التوفيق لمنتخب المغرب الشقيق ونشوفه في نهائي كأس العالم. مباراة المغرب والبرتغال هتبقى الساعة 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية، 7 بتوقيت الإمارات. برضو المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي 1 وبي ان سبورت ماكس اتش دي 2. يبقى معنا مباراة واحدة الاختتامية تبقى يوم السبت، واللي هي ختام دور الثمانية، واللي هتبقى ما بين فرنسا وانجلترا، هتبقى 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت الإمارات، برضو منقولة على بي ان سبورت ماكس. طبعا دي مواعيد مباريات دور الثمانية والمنتخبات المتأهلة لدور الثمانية. عندي رسالة في النهاية عايز أوجهها للجميع، ما نوقفش دعم عن المنتخب المغربي. كلنا كشعوب عربية مكملين ورا منتخب المغرب، عندنا أمل في المولى عز وجل ثم في الفريق المغربي أن يقدم كورة محترمة، كورة تليق بالعرب والقارة الأفريقية عامة، ويكون في انتصار على منتخب البرتغال. صدقني بعد فوزك على اسبانيا البرتغال هتنزل الماتش عطيالك مليون حساب او عاملالك مليون حساب، مش هتنزل تلعب ماتش وخلاص. البرتغال هتنزل محترمات، يعني الماتش هيبدأ صعب، ما تفكروش الماتش هيبدأ سهل، الماتش هيبقى صعب جدا فوق ما تتخيل. فلازم يكون في رجالة في الملعب تقدر ان هي تغلب الماتش وتبقى في المربع الذهبي، وبعدها نبقى نشوف احنا هنقابل مين. وبرضه رسالة لكل الناس، يا ريت الإعلام الغربي ما يوجهكمش توجيهات خاطئة، لأن بعد فوز المغرب على أسبانيا وفرحة العرب الفرحة الهستيرية واللي كانت فرحة تفوق الخيال، بينت للجميع إن إحنا كعرب لو في منتخب عربي واحد موجود فإحنا كلنا وراه ويمثلنا كلنا. وشفنا رئيس قطر او امير قطر الفرحه الهستيريه هو واسرته في الملعب لما المغرب فازت على اسبانيا. فبجد هم دول العرب، وبجد المغرب شرفتنا، وبجد هم دول اسود الاطلس. في ناس طلعت وقالت ان الفوز المغرب ده هو نصر الاسلام ولا نصر مش عارف لايه، وانتوا بتتكلموا وفرحانين قوي ومش عارف ايه، وبدانا نشوف تغريدات غريبه وتصريحات غريبه وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني ايه ان انت دلوقتي فرحان ان فريق عربي كسب في كاس العالم؟ هو عمل ايه الانجاز اللي عمله؟ هقول لك انجاز كبير قوي. اول فريق عربي يوصل لدور الثمانيه، اول فريق عربي يوصل لدور الثمانيه. واللي يتكلم بقى يتكلم باحباط، يا عم يعني هو المغرب هياخد كاس العالم؟ ولما لا؟ ولما لا منتخب عربي ما ياخدش كاس العالم؟ ولما لا ما نكسرش الحاجز اللي عند اللعيبه بتاعتنا، ما نكسرش الحاجز اللي عند اللعيبه بتاعتنا، واللي هو ان كاس العالم ما يقدرش ياخدوها للغرب. في ايه زياده عنك اللاعب اللي موجود؟ احنا دلوقتي بقينا عندنا محترفين كدول عربيه،
بتكلم كده كدول عربيه، من المغرب للجزائر لمصر لتونس، كل الدول العربيه اللي بتلعب اللي بيبقى لها حقوق المشاركه في المونديال او ان هي بتصعد للمونديال، عندها لاعيبه محترفه في جميع الدوريات في العالم وجميع الانديه في العالم. فاحنا ليه ما يكونش كاس العالم عربي؟ مش مستحيل، مفيش مستحيل. انت عندك فريق قوي كامل مكمل مكامل للمولى عز وجل. فطبعا يعني احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان منتخب موجود كل حاجه متوفره فيه، متاهل ان هو يكون بطل لمونديال قطر. تعادل مع كرواتيا، هزم كندا، هزم بلجيكا، هزم اسبانيا في مواجهه البرتغال. لحد النهارده 5 في عيني، انا بقول 5 في عيني ان منتخب المغرب ما تهزمش ولا مباراه. فان شاء الله وبمشيئه الله تعالى يستطيع منتخب المغرب ان هو يعدي للمربع الذهبي، ويبقى انجاز تاني، يبقى اول منتخب عربي يوصل للمربع الذهبي. يبقى ساعتها انت كافريقي كقاره افريقيه عندك فرصه انك انت يكون المقاعد بتاعتك تزيد في المونديال الجاي، لان انت يبقى في عندك فريق صعد للمربع الذهبي. ويا سلام كمان لو ياخد كاس العالم، يبقى انت كده بتقول للغرب المفروض يكون في مساواة في المقاعد. عندكم حد بياخد المونديال، عندنا حد بياخد المونديال، زي ما عندكم منتخبات قوية عندنا منتخبات قوية. وطبعا يعني مساندتنا للفريق او المنتخب المغربي اللي شرفنا بجد، وشرف العرب كلهم على الاداء اللي هم عملوه. وبجد منتخب تونس برضو قدم اداء عظيم في المونديال ده وهزم فرنسا. ولكن المنتخب الوحيد اللي كانت بدايته قوية وانتهى ضعيف هو منتخب السعودية. للأسف الشديد سوء الإدارة واللعيبة ما بتلعبش روح جماعة، وفي نفس الوقت ضيعوا الماتشين بأخطاء دفاعية. وبتمنى ان احنا برضو انا كمصري بتمنى ان في يوم من الايام اشوف مصر عامله انجاز زي اللي عملته المغرب. بتمنى ان الفساد اللي عندنا في اتحاد الكوره يكون ليه حل، لان بجد اتحاد الكوره في مصر فاسد، اتحاد فاسد بما يعنيه الكلمه. منتخب مصر فيه محترفين، والجيل اللي بيلعب ده، احنا بنقول جيل ابو تريكه ما صعدش لكاس العالم ودول صعدوا. جيل ابو تريكه كان معظم اللاعيبه اللي فيه محليين، هم خبره بس محليين، مش ما كانش بيلعبوا دولي كتير، ما فيش لاعيبه محترفه كتيره بره. ولكن احنا دلوقتي في عصر عندك محمد صلاح وتريزيجيه وده كتير جدا، ولكن عندنا فساد هو السبب في اللي منتخب مصر فيه. دعواتنا للمنتخب المغربي، ولو كملت معاه لحد هنا شكرا ليك واسف على الاطاله، والسلام.